أنا هرقص وهفضل أرقص وهعمل كل اللي أنا بحبه، ومش شايفة إن شغلي ده حاجة غلط. وعلى فكرة أنا شقيانة وجبتها من تحت قوي، وكنت شاطرة في دراستي برضه، واتخرجت واشتغلت بالشهادة، ما لفتهاش وحطيتها على الرف زي غيري من الشباب. الدكتورة الراقصة شروق القاسم الصبح طبيبة أسنان مشهورة عندها عيادة، وبالليل بترقص وشغالة في أكبر الأماكن السياحية في العالم. شروق القاسم اتصدرت الترند بعد ما الناس عرفت إنها دكتورة أسنان وواحدة دحيحة جدا، وقعدت في الكلية 7 سنين تدرس الطب. إيه اللي يخليها تتجه للرقص؟ شروق ردت على الناس وقالت إن دي حاجة هي بتحبها، ومش معارضة شغلها الصبح نهائي في العيادة، رغم إنها دكتورة أسنان شاطرة عايزة تكون راقصة شرقية شاطرة جدا برضو. شروق ردت على الناس دي وقالت إن دي حاجة هي بتحبها، ومش معارضة شغلها الصبح نهائي في العيادة، رغم إنها دكتورة أسنان شاطرة عايزة تكون راقصة شرقية شاطرة جدا برضو. وقالت إن دخولها طب الأسنان هو رغبة أهلها في البيت، وهي عملت كده علشان تراضي أهلها، ودخلت الرقص علشان تاخد سكة الموهبة بتاعتها. أما تعليقات الناس كانت فيها سلبية جامدة، لما واحد شافها وهي لابسة بدلة رقص زرقاء قال لها في الكومنتات: شوف يا أخي الكفاح، ده مثال حي إن الشغل في البلد كتير، واللي عايز يكافح عنده مليون طريقة، وكلها أفكار خارج الصندوق. محدش يرجع يقول عايز شغل. أمثلة ملهمة، دي تاخد جايزة الدكتورة الملهمة. صحيح يا دكتور، الكشف بالسماعة ولا الصاجات ورقم العيادة عشان قلبي تعبني حبتين. واحد تاني دخل يستظرف عندها وقال: الواحد يكشف عندها الصبح ليه مادام هي هتكشف كله بالليل، وعموما هي بالليل ما خرجتش عن تخصصها، هي كده كده بتكشف. شروق القاسم نموذج للحاجة وعكسها، واحدة شاطرة جدا دراسيا، وبنظرة الناس هي واحدة منحرفة برضو جدا. أما بالنسبة لشروق فهي مش بتدي للناس أي اهتمام، ومكملة في طريقها زي ما هي عايزة. الكلام كتر عليها الفترة الأخيرة بسبب إنها ناجحة في شغلها الصبح، ومطلوبة جدا بالليل في الكارير بتاعها، وبعد ما كان أهلها مستنيين منها إنهم يشوفوها دكتورة أسنان شاطرة وكل الناس عارفاها، قررت تاخد مسار تاني للشهرة بين الناس. وده خلى في ناس مستغربة إزاي أهلك موافقين على كده رغم شغلك دكتورة. بس هي مش بترد رد صريح على السؤال ده، ومكملة في طريقها رغم الصعوبات اللي بتواجهها في شغلها.